السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ قال ايه؟ راح اشتري علبه كشري اللي هي الحلويات دي اللي هي ام رز بلبن. قالها بكام؟ ب 65 جنيه، وفيها لدعتين بالظبط، لا كفتني ولا كفت العيال. فجيت بقى جبت الحاجه وجهزتها وعملتها. عملت 17 علبه هم بكوبايه رز صغيره اللي هي كوبايه الشاي مليانه رز، وكيلو لبن وجلاش. دي مش لفه جلاش كامله يا جماعه عشان تبقوا عارفين، دي تعتبر نص لفه جلاش. كنت عامله جلاش باللحمه وفاض منه شويه، نص لفه كده، فدي نص لفه جلاش. بصوا حمصتها جميله ازاي. قال ايه ده؟ الكشري، بيقولوا عليه الكشري بيقولوا عليه الورد اللي هو البصل يعني. ودي طبعا دي اكتر من ربع كيلو كنافه. كان عندي برضو حته كنافه كده صغيره كده في الفريزر، طلعتها حمصتها وعملتها وحطيت لها 3 معالق سكر بودره، وهنا 3 معالق سكر بودره، والرز بلبن عادي، كريم جانتيه وكريمه باستري ولبن وفانيليا وكوبايه قشطه صغيره بس. يعني بصي كل الحاجات دي كلها يا جماعه ما كملتش معايا 50 جنيه. كل الحاجات دي ما كملتش معايا 50 جنيه. الكنافه كانت عندي، لفه الجلاش، نص لفه الجلاش كانت عندي. انا جبت بس اللبن ب 32 جنيه لبن كيلو، والشوكولاته طبعا انا عملت شوكولاته اهي، شوكولاته خام جميله. اقول لكم على طريقتها. كوبايه سكر، 4 معالق بتاع ده هو كاكاو، 4 معالق كاكاو. الكاكاو اللي هو الخام الاسباني حلو جدا. وعندي طبعا ريحه البندق وكوبايه لبن. بصي معيار اللبن قد معيار السكر قد معيار ال4 معالق كاكاو. ورجعت لكم تاني اهو. هحط الكنافه هخلصهم وارجع لكم تاني. بصوا يا جماعه، شايفين الجمال؟ نوتيلا نوتيلا بس. جبتها اهي، خلصتها اهي وحطيت عليها الصوص اهي. وعلي بقى مصمم ياكل واحده ويوريها لكم وهو بياكلها اهو. يلا يا توتو، امسك الطبق في الكوبايه في ايدك بص بيعمل ازاي. يلا ايه رايك يا توتو؟ مش شايفين لا توصف حاجه كده معموله بالبندق والشوكولاته، تحفه. بصوا الجمال اهو. ما اتكلفتش معايا 50 جنيه ولا ما كلفتش 50 جنيه. بص عملت كام علبه؟ 17 علبه اهي، سلطانيه وعلبه بس. يلا ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. يلا باي باي.